السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الاقتراح اللي مختلف شويه، وهو رغيفات معمرين بالفرomاج وبالطون. كيجيو واعرين، تحلفوا عليهم كرواسه تقرميشه والرطوبيه والبنه. ضروري خاصكم تجربوهم وتستمتعوا بهم. نبداو على بركه الله. بالنسبه للعجين المعتمد عندي في الحلو وفي المالح، كندير هكذا جوج زليفات ديال الفورص مع زلافه ديال الفينو. عبروا بالزلافه اللي بغيتو على حسب الكميه ديالكم. انا هنا يعني عابره بزلافات اللي كيكونوا صغار او لا حجم متوسط، او لا بالاحرى نقولوا عليهم انهم صغيورين، يعني ما كبارينش بزاف. حيت هاد تبارك الله هاد الكميه راه كتخرج لينا مسمنات كتار. هانتوما غتشوفوا شحال غاديين يخرجوا ليا. من بعد ما غربلتهم درت نص معلقه ديال الملح، نص خماره اللي هي 4 الغرامات، وعندي شويه ديال العسيله. صافي كنعجنوهم بالماء عادي من الصنبور. الا بغيتو ديروا الطريقه ديالي انني غير كنلمهم وكنجمعهم وكنغلفهم بالسلوفان ونخليهم يرتاحوا اطول مده ممكنه. او لا ممكن تعجنوهم بالعجانه وتدلكوهم مزيان وتخدموا بهم زعما سوغ بلاص، يعني ما تخليهمش يرتاحوا. بالنسبه لي انا هذه كتبقى احسن طريقه، منها العجين كيرتاح وكيعطينا الطوع في الخدمه. صافي هنايا كيف ما انا وجدتهم هكذا في الصباح ومور الظهر غادي نبدا نخدم بهم. كنجي كنلقاهم تبارك الله دلكو ولاو بهذا الشكل اللي غادي تلاحظوا معايا. صافي كيوليو هكذا عجينه كتولي ساهله في الخدمه. صافي هنا غادي نشكلهم قطع صغيره. الا بغيتو تعبروهم والرغيفه تيجيوكم قد كانت عندكم شي عراضه ولا شي حاجه، ديروا فيهم لا بغيتو 60 غرام او لا 55 غرام. كيجيو مزيانين وحلوين في الشوفه وحتى في الماكله. صافي مباشره غادي نحاول انني نشكلهم كويرات وغندهنهم بالزيت ونحطهم هكذا في شي بلاطو ونخليهم يرتاحوا تماما، يعني ياخذوا وقتهم في الراحه. غير هكذايا باش يعطيونا الطوع في الخدمه ويجيونا ساهلين فاش تكونوا كنبسطوهم. وما تنساوش دهنوهم مزيان بالزيت وغلفوهم بالسلوفان غير باش ما يتكونش فيهم واحد القشره اللي كتكون يعني غليظه. صافي هنايا كنبدا من بعد ما ارتاحوا غادي نبدا نبسطهم. والسر في التبساط ديال هاد الرغيفات باش يجيوكم فحال كرواسه مورقين، وهو خاص ضروري سطح العمل يبان لكم. شوفوا معايا انا هنا دايره خشبه، هنايا غير دهنت الزبده المارغرين. صافي كنبقى هكذا كندير دهنه خفيفه ديال الزبده، ما تكتروش بزاف. صافي كنشكلهم مربع، ولكن راه ضروري خاصكم تبسطوهم. شوفوا معايا الفقاعات، يعني راه كيولي سطح العمل. وركزوا على الجنيبات، ما تخليو حتى شي بلاصه غليظه باش يجيوكم رقاق ويجيوكم كيف ما لاحظتوا معايا في بدايه الفيديو. واصلا العجينه الا كانت مدلوكه مزيان وكانت مرتاحه راه غير كتقيسوها كتبقى تمشي معاكم كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. دغيا كيتبسطوا. وما تنساوش ديك الدهينه خفيفه بالزبده. صافو حطوهم على جنب في اطار نوجدوا الحشوه. الحشوه كتبقى اختياريه، واحد الفص ديال الثوم. انا بهذا الهاشوار اللي عندي ما مدصراش عليا الحشوه، كندير فيها كل شيء. ديروا بصله كبيره، انا درت هنا 3 صغار، فليفله، واحد الخيزويه وحيده. ديروا فلفله حمراء، فلفله خضراء اللي توفر عندكم، الخضره اللي كانت زيدوا الكورجيت اللي توفر عندكم. صافي وكنجمع هادشي كامل، ما كنقرد بصله، ما كنشحر فلفله، كلشي هادشي غادي نجمعو. كندوزو في الهاشوار في هاد الحبيبه، وكناخد مقيله هكذا فيها شويه ديال الزيت. صافي وكندير فيها الخضره ديالتي كامله. والسر باش تجيكم الحشوه بنينه وخصوصا في هاد المسمن، ديروا فيها زويته ومليحه وحطوها تشحر حتى تبغي، يعني ماشي تحرق، غير هكذا ما تغطيوهاش باش ما تطلقش لكم الماء. دابا انا هاد الخضيره راه بحال اللي مقليه، بحال اللي مشحره، ماشي هكذا كتولي بهذا الشكل اللي غتشوفوا معايا. هذه كتطلق بنه خطيره. درت واحد الحبه ديال الفيغميسيل اللي كنت مفزقاها في ماء، وهنايا درت شويه ديال الكمون، تحميره، شويه كوك ديال الابزار، وشويه ديال العطريه ديال الحوت، وشويه ديال المعدنوس. هادشي كيبقى اختياري. صافي هنايا كنشحر هذيك الحبه ديال الشعريه الصينيه مع باقي المكونات، وكنضيف علبه ديال الطون اللي كنت صفيتها من الزيت، 3 القطع ديال الجبن مثلث. ديروا مربع، ديروا اي جبن عندكم البنات. الحشوه ما تلتزموش بهادشي اللي درت، ديروا اللي بغيتوا. انا كنحبب الرغيفات بالطون اكثر من الكفته، ما كتعجبنيش بزاف الكفته في الرغيفات.
المهم هداك الشيء كيبقى اذواق وصافي. بالطون كيجيو لذاذين. رجعت للرغيفات ديالي اللي كنت بسطت معاكم، شوفوا معايا الفقاعات كيكونوا ارتاحوا، حنا كنكونوا كنوجدوا الحشوه. صافي هنايا بالنسبه للرغيفات راه شفتوا معايا في البدايه كنوريكم. ديروا الطيات من الفوق، يعني هذيك البلاصه اللي فيها الطيات تكون هي من الفوق، والبلاصه اللي تكون مبسطه تكون من الاسفل. هانتوما هنايا. وبالنسبه لي انا يعني كندير واحد الحبه ديال الجبن مربع اللي كنديرها في الوسط، وكندير شويه ديال الحشوه. ولكن راه البنات السر انكم خاصكم ترقوا هذا المربع مزيان حتى يبدا يبان سطح العمل. راه الفيديو شارح نفسه. كنديروا ديك الحبه ديال الجبن المربع، وكنحطوا شويه ديال الحشوه صافي كنجمعوها. ممكن البنات ديروا الادام او لا ديروا اي جبن بغيتو، ممكن تستغناو عليه الا ما عندكمش. انا راه كنخدمها بداكشي اللي موجود وصافي. صافي هنايا كنبقى نبسط الرغيفه ديالي. وهذوك المثلثات ملي تشوفوا تبارك الله الفقاعات، ملي تبغيو تجمعوا الجنيبات جبدوهم، ماشي غير تجمعوهم ويجيو من الفوق مع الجنين، لا جبدوهم. انتم شوفوا معايا كيفاش غادي نجمعها. يعني كنجبد داك الطرف عاده كنديه عند خو بحال هكا. صافي هنايا ستفتهم في الطاوه. خديت اصفر بيضه اللي زدت عليه شويه ديال صلصه الصوجه وطربته مزيان ودهنت بهم الرغيفات ديالي. ممكن دهنوهم غير بالزبده، انا غير على حسب التصوير كتبغي هكذا يجي المنظر ديالهم زوين. صافي وهنا غادي نرش عليهم شويه ديال الكران دو بافو. الفران راه في هذا الاثناء راه سخون ملهلب، النار مرتفعه، كيكون سخون مزيان. فرن كهربائي او لا فرن غازي نفس الطريقه، الفران يكون سخون. من بعد ما درت فيه الطاوه ديالي صافي وهي هما يتنفخوا ليا الرغيفات. ملي كيتنفخوا دليل على انهم تورقوا. كنقص النار لهذا الشكل وكنشعل من الفوق من الوجه ديالهم صافي. كنخليهم يكملوا الطياب على نار مهيله. في الاول كتكون النار مجهده ومن بعد كنقصها وكنشعل على الوجه حتى كياخذوا لي هذا اللون الذهبي بهذا الشكل اللي كتلاحظوا. وكنحصلوا عليهم بهذا الشكل. ويا كثرتي علينا بهذا الشكل بهذا الشكل، عطينا رغيفه وخلينا ناكلوها معاك. والله البنات ما شهيتكم هنا راه كنت حرقت. عرفتي انا راه كنت كنقول من نيتي كندوي معاكم وكنقول عليكم، ولكن صافي من بعد ما درت المونتاج قلت بلا ما نسمعكم صوتي كنتغبن. والله الا تحرقت. حرقني الباب ديال الفران باش نقول لكم انه كان سخون بزاف. وهنا كنوريكم الرغيفات وضروري نسمعكم تقرميشه. شوفوا معايا بغيتكم تشوفوا الرطوبيه، راه واخا تسمعوا التقرميشه رطبين هشاش. كيجيو مورقين ولدادين. ودوك الحشوه واخا يعني حشوه مقموعه ولكن راه كتجي بنينه. كيتوات هذاك الطون مع الفرomage مع الخضره اللي يعني شحرناها. رائعين البنات، جربوهم. وما تنسوش بارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم وتمنوا لي الشفاء. والله الا راه باقا يدي محروقه. كنتمنى ان شاء الله يكونوا عجبكم وتجربوهم ويجيوكم بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. وما سخيتش بكم كيف ديما. وصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات باش نعرف انه عجبكم. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.